وشو هالكنافة هاي؟ بالله هالشوفة ما بدها لايك، هالمرة هاي أنا رح أعمل لايك معكم. رح نعملها اليوم ناعمة نابلسية ونعملها كمان خشنة أو وسط. بنبلش بالقطر، كاستين من السكر، عليهم كاسة من المي السخنة، بحركهم شوي بحطهم على النار العالية. أول ما يوصلوا مرحلة الغليان بضيف لهم معلقة كبيرة من عصير الليمون ومعلقة كبيرة من ماء الزهر، بهدي على النار 10 دقايق ربع ساعة لحتى يتقل معي القطر وبكون جاهز. وهي 500 جرام من عجينة الكنافة، بحاول أقصهم يا إما بمقص المطبخ أو بسكين شكلها مثل المنشار. وبنبلش نجهز للخشنة أو للوسط. بدي أطحنهم بهذا الخلاط وعلى دفعات، ورح نطحن بعد ما نخلص الكمية كمان مرة، يعني رح نطحن للخشنة مرتين، وكل ما نخلص مجموعة بنحطها على جنب، نرجع بنعيد الطحنة تاني مرة. طحن الكنافة رح ياخد معكم شوي وقت. ونجهز الكنافة الناعمة، بناخد من الخشنة أو الوسط اللي عملناها قبل شوي ونطحنها بهذا الخلاط اللي انتم شايفينه معي، وبالتدريج يعني كل شوي بضيف معلقة. بنخلص الطحنة الأولى بننخل، واللي ما تنخل معي وضل برجعه على الخلاط. بنرجع بنطحن تاني مرة وبنرجع بننخل، يعني بنطحن مرتين بننخل مرتين، رح يطلع معاكم نتيجتها بتجنن. وبنجهز الجبنة ضروري إنها تكون جبنة الكنافة، يا بتجيبوها من المحلات أو انتم بتجهزوها بتستعملوا عكاوي، وكمان احنا عشان في البيت بدنا نستعمل جبنة إلها مطة. نقعت العكاوي بدلت عنها المي تقريبا 7 مرات لحتى صارت حلوة معي. ضفت لها بنفس المقدار جبنة موتزاريلا لحتى تكون مطتها حلوة وطعمها كمان طيب. وهون عندي عجينة الكنافة الناعمة والخشنة. بدي أبلش بالناعمة. الأصل بالكنافة إنها تنعمل بصواني النحاس، إذا ما في نحاس أي صينية ما بتلزق أو ستيل. أول شي عملته أخذت من القطر وهو بارد حطيته على العجينة الناعمة، بعدين حطيت السمنة، ضروري إنها تكون سمنة حيواني وجودتها ممتازة، بقاعدة الصينية اللي بدي أمد فيها. حطيت لها بطرف المعلقة عشان اللون شوية كركم، ما تكتروا، إحنا اللون الحلو الكنافة رح ناخده من السمنة مع شوية كركم. في ناس بتضيف صبغة، بس هي كمان بعض المحلات بتحط شوية كركم. بوزع وبتأكد إني أنا وزعت السمنة على داير الصينية كاملة. بنحط كمية كبيرة من السمنة، بعدين باخد من العجينة الناعمة اللي ما إجا عليها قطر وبرش بقاعدة الصينية فوق السمنة، بوزعها كتير منيح. وبنجهز العجين، بحط جنبيه صحن مية، باخد منه قطرات يعني بس هيك بطرف إصبعي، برش على العجين وبعجن. بدي إياها توصل إلى مرحلة تكون متماسكة، لما أضغط عليها بكفة إيدي تمسك على بعض. بضيف نقطة نقطة زي ما أنتم شايفين بالقطارة، مثل هذا الشكل اللي بتشوفوه معي، بس ديروا بالكم تعجن. ببلش أوزعها بقاعدة الصينية، بوزع كميات متساوية في كل مكان على الصينية، وبعدين بدي أرصهم. وضروري كمان إنه سطحها يكون متساوي وأملس. ببلش أعدل سطحها من فوق وبضغط بكامل كفة إيدي بكل مكان. ولو عندكم صينية بنفس الحجم حطوها فوقها واضغطوا على عجينة الكنافة، بتوزعها بشكل متساوي تطلع شكلها مزبوط 100%. بعد ما خلصنا مد العجين هلا بنحط الجبنة، بنبلش بالنص وكمان بنحط على الجوانب، بس ابعدوا عن الحواف تقريبا سنتي ونص إلى 2 سنتي عشان ما تحرق معاكم لما ندخلها على الفرن. وبنرش شوي من عجينة الكنافة فوق الجبنة عشان تحافظ على طراوة الجبنة جوا الفرن. بنبلش بالكنافة الخشنة، بنحط كمية من السمنة وكمان رشة بسيطة من الكركم. هي الصينية أوسع فرح أحط لها شوي أكتر، وبوزعها وما بنسى الحواف. وباخد من العجين برشها فوق السمنة وببلش أوزع وبضغط بنفس الطريقة اللي تعاملت فيها مع الصينية اللي قبل. رح أحط عليها مغرفة أو مغرفتين من القطر، وبرجع برش عليها من العجين وبضغطها، بيساعدها إنها كتير تتماسك وبساعد كمان تعطي لون بجنن. بحط الجبنة بالنص ببعد عن الحواف وبرجع بحط فوقها شوي من العجينة. وهيك الصواني جاهزين إنهم يفوتوا الفرن على الرف المتوسط، الحرارة ما بين 180 إلى 200 والوقت ما بين 20 دقيقة إلى نص ساعة. انتوا قوة فرنكم، فانتبهوا لها وضلكم راقبوها لحتى حواف الكنافة تقبع لحالها عن الصينية ويصير لونها ذهبي، ولما تحركوها بتتحرك معكم بكل سهولة. هون عندي الكنافة الناعمة صارت جاهزة معي، طلعوا كيف منظرها على جنب لحالها أبعد عن الزوايا، وبنفس الوقت لما أحركها بتتحرك ولونها ذهبي. وقبل ما نقلب الكنافة ضروري نتأكد إنه القطر ساخن معنا، وكمان نكون طاحنين فستق حلبي. بنقلبها، شوفوا ما شاء الله ما أحلى لونها. بشربها بالقطر الساخن وبحط عليها الفستق الحلبي اللي طحناه، وصارت الكنافة النابلسية جاهزة معنا. ولا أطيب من هيك كنافة. أنا بالنسبة لي بحب الناعمة، ونصيحة دائما للكنافة اختاروا نوع منيح من السمنة وكمان نوع الجبنة. هلا دول الكنافة الوسط أو الخشنة، شوفوا كيف لما أحركها قابعة من الحواف ولونها ذهبي. بقلبها وبسقيها بالقطر الساخن وبحط عليها الفستق الحلبي اللي طحناه. بالله مو شغل معلمين كيف لو تجربوا الطعمة. وأنا شخصيا ولا عمري عملت كنافة إلا حدا يسألني كيف بعملها، حبيت أنزل الطريقة وأشاركها معاكم، بيقولوا لي أنا شاطرة فيها. لا تنسوا اللايك وبتمنى الفيديو يكون عجبكم.